بعد نزول القوات الإيطالية إلى ليبيا عام 1911 بدأت قصة الشيخ الطاحن في السن المعروفة مع الجهاد الممتد لعقدين في الصحراء. وكل إليه العمل العسكري ضد الطليان من قبل أحمد الشريف السنوسي ومن بعده محمد إدريس السنوسي. مر قتال الشيخ الشهيد إلى أن اعتمد في جهاده ضد الإيطاليين على طريقة الكر والفر، فلم يكن بالإمكان مواجهة العدو وجها لوجه لأن الإيطاليين كانوا يتحركون صفوف كبيرة منظمة، فكانت حرب عصابات أوجعت العدو، ووصلت عدد المواجهات بين المجاهدين والطليان إلى 260 معركة في 18 شهر فقط، وهذا يدل على حجم الهجوم السنوسي متمثلا بعمر المختار على الإيطاليين. بدأ اسم المجاهد عمر المختار يظهر أكثر فأكثر، وأصبح وجوده يثير قلق المستعمرين الإيطاليين، رغم أن مجموعة رجاله لم يتجاوزوا 1000 رجل كانوا مسلحين بمناطق خفيفة. لم يكن له عتاد يذكر. هذه المعركة أحد أهم المعارك الجهاد الليبي، هي معركة بئر الغبي ضد الاحتلال الإيطالي، فأثناء عودته من مصر وعبور الحدود الليبية نصبت له 7 سيارات إيطالية مصفحا كمينا في أحد نجوع بئر الغبي. اشتبك المجاهدون معه وأطلقوا عليه النار، تراجعت القوات الإيطالية قليلا ثم عادت بسرعة وتوزعت توزيعا محكما، وأخذ الجنود ينزلون ويضعون الأصواف أمامهم ليتحفظوا بها من الرصاص، فعاد المجاهدون إطلاق النار عليهم وسقط عدد كبير من جنود العدو بين قتيل وجريح. كان النصر للمجاهدين وإبادة القوات الإيطالية. بقى المختار يقاوم الطليان في الجبل الأخضر رغم كل الصعوبات التي كانت تحيط به وبرجاله. يقسم جنوده إلى مجموعات حسب قبائلهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. كان يضع أسر كل قبيلة وراء قبيلتها حتى تزداد هممهم في الدفاع عن أهلهم ونسائهم وأطفالهم. كان من عادة عمر المختار أن يتنقل كل سنة مركز إقامته إلى مركز أخرى ليتفقد أحوال أخوانه من المجاهدين، وذهب المختار كعادته لكن في نفر قليل يقدر ب100 فارس، ثم أعاد 60 فارسا وذهب في 40 فقط، فوصل إلى وادي عظيم في الجبل الأخضر، وكان صعب المسالك كثير الغابات، كان لابد من اجتيازه. مر به عمر المختار ومن معه وباتوا فيه ليلتين. علمت إيطاليا عن طريق عملائها بمكان المختار فأمرت بتطويق الوادي من جميع الجهات، فوقع المختار ورفاقه وسط العدو، والتحمت المعركة داخل الوادي، وأصيب عمر المختار بجراح في يده. أصيب فرسه بضربة قاتلة، وحصرت يده السليمة تحت الفرس فلم يتمكن من سحبها، ولم تسعفه يد الجريحة. هجم جنود الطليان على المختار دون أن يعرفوا شخصيته في البداية، وتم القبض عليه وتعرف عليه أحد الخونة، ونقل المختار سريعا إلى ميناء سوسة محاطا بعدد كبير من الضباط والجنود الإيطاليين، ثم نقل فورا إلى بنغازي عن طريق البحر. كريستيانو في الحديث مع عمر المختار عندما حضر أمام مكتبي: تهيأ لي أن أرى فيه شخصا 1000 المرابطين الذين التقيت بهم أمامي بالحروب الصحراوية. يخيل إلي أن الذي يقف أمامي رجل ليس كالرجال، له منظر وهيبة رغم أنه يشعر بمرارة الأسر، وهو واقف أمام مكتبي. نسأله ويجيب بصوت واضح: كريستياني، لماذا حاربت بشدة متواصلة الحكومة الفاشينية؟ أجاب الشيخ: من أجل ديني ووطني. كريستياني: ما الذي كان في احتقادك الوصول إليه؟ فأجاب الشيخ: لا شيء إلا طردكم لأنكم مغتصبون، أما الحرب فهي فرض علينا. في كريستيانو انبهاره بأسهر الصحراء وصفة الرجال الشجاع وأظهر الاحترام والتقدير، فلم يترك له عمر المختار ثغرة واحدة ليستغلها. كان لكل سؤال جواب، وصار مثلا يضرب. كريستياني عندما وقف ليتهيأ للانصراف وكانت جبهته وضاءة كان هالة من نور تحيط به، فارتعش قلبي من جلال الموقف. أنا الذي خاض المعارك والحروب العالمية، ورغم هذا فقد كانت شفتاي ترتعشا ولم أستطع أن أنطق بحرف واحدا. نهيت المقابلة وأمرت بإرجاعه إلى السجن. مارس كريستياني خلال اللقاء عملية ابتزاز وضغط على عمر المختار، فرفض عمر وقال له: نحن لن نستسلم، نحن ننتصر أو نموت. عندما تفقد حكم الإعدام كان وجهه يتهلل استبشارا بالشهادة وكله ثبات وهدوء، فوضع حبل المشنقة في عنقه يقول: من كان قريبا منه كان يؤذن بصوت خافت:
آذان الصلاة، وكان يتلو بالآية الكريمة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية.